عارف بقى اللي يحرق دمك واللي يضايقك لما يبقى في واحد حاسب نفسه على اهلاويه، او ان هو بيشجع الاهلي او اهلاوي او ايا كان، حاسب نفسه اهلاوي ويطلع في برنامج مذيع زملكاوي. سيبك انه يطلع برنامج في مذيع زملكاوي، ان هو يطلع ويقول ان احنا انضحك علينا في 5 صفقات او اتغفلنا في 5 صفقات. اللي انت بتقوله ده يا كابتن، لا وعدله بقى. هو بس جابوا واحده واحده كده، عدلوا بقى بن شرقي وعدلوا تريزيجيه وعدلوا بن رمضان، انا مش عارف ازاي، وجراديشار. قال له 4 كده. قال له لا يا كابتن انت قلت لي 5، فين الخامس؟ ده المذيع الزملكاوي، ما لازم يقفشك بقى، ما لازم يطلع منك بحاجه بوم طخ تفرقع بقى. ما انت اهلاوي لازم وقلت كده قدامه بقى زملكاوي مسك، او لو او هم متفقين على كده، فهو انت عارف منين الخامس؟ فقال له لا يا كابتن انت قلت لي 5، مين الخامس؟ واتك عليه. قال مش عايز اظلمه. طب انت بتقول ليه من الاول ان انت بتقول 5 صفقات انضحك علينا فيهم، وكل دول انضحك علينا فيهم ازاي يا كابتن؟ انت رايك ده لو انت طالع لنفسك كده مش عايز تفرقع حاجه، عادي تقول زي ما احنا كنا بنشتم فيهم وبننتقدهم وكلهم زي الزفت ومحدش عنده روح ولا حد عنده دم ولا حد عنده ايه. كلنا قلنا كده، بس انت ليه جاي تقول كده قدام ده؟ لا وبيجيبها منك. طب ازاي يعني يا كابتن كل دول ما بيفهموش كوره؟ لا هم حلوين وكويسين وصفقات بوم طخ خالص، بس ما فيش روح، ما فيش اداء، في حاجه غلط، في حاجه في الاداره، ما انتش قادر تقول كده. قال له من الخامس، تخيل قال له من الخامس، قال له زيزو يا كابتن. طبعا المذيع ضحك وفرح بقى، ما هو زملكاوي. ضحكنا عليكم بزيزو، ده اللي هم عايزين يوصلوا له، احنا ضحكنا عليكم بزيزو. ضحكنا عليكم بزيزو، انتوا خدتوا فلوس ورا زيزو يا اهبل يا اهطل. حد خد فلوس من ورا زيزو خالص؟ انتوا ما خدتوش حاجه من ورا زيزو. امام عاشور ما خدتوش حاجه من ما انتوا لسه خدتوا ان انتوا بعتوه في الدنمارك. ايه تاني ما استفدتوا ايه؟ طيب كل ما ناخد منكم حد تستفادوا منه حاجه، ما استفدتوش حاجه. لازم تقولوا احنا ضحكنا عليكم، احنا لبسناكم. ما انتوا كنتوا بتعيطوا عليه طيب، وكنتوا عايزين تجددوا له هو، وكان بن شرقي كان عايز ايه لما كان هيرجع الزمالك، كنتوا عايزين تدفعوا له الفلوس عشان يرجع الزمالك. كل ده كنتوا بتعيطوا عليه ليه؟ لما يجي بقى خلاص احنا انضحك علينا. ما كان احسن لاعب في مصر دلوقتي بقى البالونه بقى اللي بيرفع. انا مش عارف طب هو وحش في ايه يا كابتن؟ اخر ماتش اللعيبه كلها كانت وحشه، اللعيبه كلها ما فيش روح، ما فيش دم، ما فيش اي حاجه. الماتش اللي قبله جايب جونين يا كابتن. اللي قبله كان غزل المحله، ما حدش عمل حاجه. اللي قبله جايب جونين يا كابتن. هتقول لي ده جايبهم في فاركو، ما فاركو ثالث الدوري. فاركو ده ثالث الدوري. هتقول لي في الماتش اللي قبله بتاع مودرن، ولا مودرن هي اللي ثالث الدوري معلش، جاب جونين في فاركو. ومودرن اللي هي ثالث الدوري عمل الجونين، رفع الرفعتين اللي احنا عايزينه منه، لو هو عايزينه يرفع العرضيات عمل الجونين. طب زيزو وحش في ايه طيب؟ يعني تفهمها كده. لازم يبقى انضحك علينا. طب خش اتكلم على الزمالك اللي خسر من وادي دجله، لا احنا لازم ده ماتش المنتخب النهارده خلاص، فاضل عليه ساعات، بكره خلاص الماتش المنتخب ولا النهارده. لا احنا هنتكلم ما فيش كوره يا ابني، احنا خلاص في توقف دولي دلوقتي، المنتخب هيلعب في توقف خلاص، ما فيش كوره. لا احنا لازم نتكلم على اي حاجه، ما حتى لو في كوره لازم نتكلم. كانت الماتشات بتتلعب ونتكلم على اي حاجه، المدرب بيمشي، اللعيبه مش عارف مين، امام متخانق في اوضه اللبس، مروان في اوضه اللبس متخانق، كله عايز يجدد عقده. ايه حكايه امام دي طيب؟ ما احنا اللي عملنا في نفسنا كده. امام عايز ياخد زي زيزو او اكتر من زيزو، مروان لسه بقاله سنتين عايز طب امام، طب انت لحد 2027 ده العقد بتاعك. ففي الاداره هي اللي عملت كده من الاول، مع اي حد يجي يقعد مدد عقدك، بقت هيصه في الزنبليطه، مدد عقدك ومش عارف. طب ما تمددش عقده يا عم، خليه لحد 27 ويمشي ويتكل على الله. ايه المشكله طيب؟ لا احنا اللي عملنا كده في نفسنا. تيجي تتكلم بقى الاداره غلطانه، مع الاداره عملت حاجات حلوه كتير ماشي، بس لما تعمل حاجه غلط ما ينفعش تقول عملت حاجه غلط. طب امام ما تمددلوش يا عم، يقعد يكمل عقده وخلاص وشكرا على كده، لسه فاضل سنتين في عقده. طيب بتبص بقى لسه فاضل سنتين ازاي يمدد عقده؟ ما انت اللي عملت. لو انت ما عملتش، سيبك لو انت جبت واحد ب 70,000 مليون يعني، واحد لسه عقده ما خلصش، فبيتكلم ليه من دلوقتي وعقده لسه ما خلصش؟ عشان انت عملتها قبل كده وكنت بتمدد اللعيبه قبل كده. هوب انت حلو تعالى ما نمدد لك. هم مش فاهمين التمديد ده اصلا ازاي. انت لقيت اللاعب حلو فانت بتمدد له وبتحافظ عليه، فانت بتمدد لهم دلوقتي بيبصوا لغيرهم. وكنا في الاول بنقول مفيش مشكله مفيش اي حاجه، اللعيبه بتحب بعض. لا لقينا في غيره وفي اللعيبه ما بتحبش بعضها. اطلع اتكلم عن الحاجات دي، اللعيبه وحشه ليه؟ انضحك علينا في الصفقات دي ليه؟ ما تديلوش كده وخلاص. احنا انضحك علينا في زيزو ويقول لي الكابتن التاني الزملكاوي. شفت يا كابتن كده انت بيطفي نار الزملكاويه يعني؟ مش فاهم. طب انت محسوب انت على فكره لعبت في اهلي والزمالك، خليك يا عم احنا ندعك على زيزو، خليك في الدفه دي طيب. خليك مع الزمالك بقى، احنا ندعك علينا في زيزو مالكش دعوه، اركن بقى خليك مع ما انت ما تفهم لهمش هم بيشجعوا مين ولا بيشجعوا ايه من التصريحات اللي بيقولوها. انت لو انت طالع بعد الماتش مغلول وطلعت وقلت دول ما لهمش، بس ما لهمش فيها ازاي يعني؟ ده احسن لعيبه في مصر واحسن لعيبه في افريقيا.
تتكلم عليهم بقى في فنيا بقى، ما عندهمش روح، ما عندهمش، ما حدش الماتش ده مش عارف ايه. كنا بنتكلم على المدرب، والمدرب اهو مشي، هيجي عماد النحاس هيمسك، وليد صلاح الدين جاي يمسك مدير كوره. كل الدعم ليه طبعا، بس انت الناس طلعت قالت لك ده فني احسن من مدير كوره. طب ما هو كان في زد مدير كوره وكان ماشي حلو. طب لسه اما نشوفه. بس هي ان برضه نرجع ونقول الاداره اللي عملت كده كانت احسن اداره مستقره. خدنا عين ولا ايه؟ طب اتحسدنا ده. كانت اكتر نادي مستقر، اكتر نادي ما بيغيرش مدربين، اكتر نادي ما بيغيرش جهاز فني، اكتر نادي ما بيغيرش مدير كوره. ده احنا السنه دي ده عد بقى بعد سيد عبد الحفيظ، شوف كام 70,000 واحد. جه خالد بيبو، وجه محمد رمضان، وجه محمد يوسف، وادي جه وليد ومش عارف، وجه في الجهاز قبل كده شوقي. الناس اللي بتدرب بقت تجيبها في الاداري، والناس اللي في الاداري بقت تجيبها فني، بقت ماشيه سمك لبن تمر هندي. تيجي تتكلم في الحاجات دي لا، تيجي بقى تقول له اللعيبه بقى. فعلا اللعيبه دي مش محتاجه، يعني انت تبص هم محتاجين مدرب يعني عشان يفوز على غزل المحله عشان يجيبوا جول. محتاجين مدرب عشان يبقى عندهم دم او روح او اي حاجه. مش عايزين كوره، مش عايزين فن، عايزين نرجع زي زمان. ولا كوره ولا فني يعني. وصلتنا لمرحله ان احنا كنا بنكسب بدون اداء. يبقى في روح، في بلس 90، في لو جه فينا جون بنرجع. لما يجي فينا جون نقول يا رب ما يجي التاني. نتكلم في الحاجات دي مفيش. هو لازم طب نتكلم على الزمالك، هتقول لي ده تاني الدوري، ده جايب صفقات بشيلين، انت جايب صفقات بمليارات. طب ايه العلاقه؟ طيب طب ما هو في مدرب كان زي الزفت، في لعيبه برضه لسه شايله من بعضها، في حاجات بتحصل، في بوستات بتنزل في النادي عادي، ما فيش حد بيشكم اللعيبه عادي، ما فيش عين حمراء في النادي عادي. اتكلم على كده. ما اللعيبه يعني انت هتجيب مين احسن من دول يعني في القاره كلها؟ تجيب احسن من رمضان وبن شرقي وزيزو؟ قال لك انت جاي مبطلين وجاي مش عارف تريزيجيه جاي. خلاص سيبنا من ده كله، السك على ده كله، واتكلموا في ماتش المنتخب معلش لحد ما يرجع الدوري. بس ما هو كده ما فيش كوره دلوقتي، ولا الاهلي هيلعب ولا الزمالك هيلعب. سكوا على الموضوع خالص واتكلموا على المنتخب اليومين الجايين دول، وربنا يستر. ما هو برضه هيتكلموا ده اللي واخد مش عارف مين، مروان مصاب وواخده، مش عارف كوكا مالوش فيها وواخده. طب ما هو دونجا مالوش فيها وواخده. احنا بنقول زي ما احنا عايزين، بس لما يطلع واحد بقى ماشي عكس، ما بيقولش اللي هو اللي جواه يعني بيطلع اللي جواه كانه مشجع اهلاوي والزمالك، لكن بيطلع اللي جواه عشان يدي للي قدامه ايه. لا يا كابتن، انت محسوب على الاهلاويه بتقول انا اهلاوي، ما تقولش كده لواحد زملكاوي طيب وياخد الشو وياخد اللقطه ان احنا خلاص انضحك علينا بزيزو يا كابتن.